مساء الخير يا دكتور إيمان. كلنا عارفين ان دكتورة إيمان المصري بيزنس وومن معروف، وكلنا عارفين الرحلات اللي انت خدتيها والحاجات اللي انت كنتيها في خلال الرحلة العملية، ولكن اللي كتير مننا ما يعرفوش هو مين هي الدكتورة إيمان. قبل ما كانت بيزنس وومن كانت اكيد فتاة عشرينية بتفكر في حاجات كتير. عندنا مجموعة أسئلة هنطرحها على حضرتك خارج نطاق الشغل، واولهم سؤال مهم جدا، هو دكتورة إيمان المصري بما انها بتدير مجموعة شركات تحت مسمى معروف جدا وهو الفاميلي بيزنس، ممكن نعرف الدكتورة إيمان لو اتحطت في مقارنة بتفضلي العيلة ولا الشغل؟ الاتنين واحد. بمعنى انا كنت دايما بقول وسط ولادي مفيش انفصال للبيت عن الشغل. اللي يعمر البيت يعمر الشغل، اللي يعمل يحدث تطور في الشغل لازم يكون ناجح جوه بيته، لان هو ده اللي انا يعني سعيد ليه طول فتره السنوات السابقه، ان يكون عندي عيله كبيره لما عزوه، ولادي ولادهم ولادهم، اخواتي، امي، ابويا. كان نفسي كانت الصوره دي دايما كنت بشوفها في الأسر الجميلة اللي موجودة ذات الطابع المصري الأصيل، لمة العيلة ويوم العيلة وعزوة العيلة، ولما حد يبقى عنده مشكلة الناس كلها تبقى ملمومة معاه، ولما حد يكون عنده فرح الناس كلها ملمومة معاه في نفس الفرح ده، بيفرحوا لفرحه ويحزنوا لحزنه معاه في كل تفاصيل حياته. فكنت أنا علشان أنا كنت تالت بنت في إخواتي، وأسرتنا كان عندي يعني أنا ليا 2 من الإخوات بنات و2 صبيان. أنا كنت الوسط يعني في نص يعني ما قبل الأخيرة تقريبا. كنت حابة إن إحنا نكون في تواطؤ ما بين الأسرة وبعضها. ربيت ولادي يعني ما يقرب على نفس التربية اللي والدي رباها لي، واللي فيها الأصالة، اللي هي فيها سماع الكلام، اللي فيها احترام الكبير، اللي فيها إزاي نكون راعين لولادنا ولبيتنا من غير ما نيجي على حد جوه الأسرة. فكانت التربية بتاعتي يمكن تكون ممكن في ناس كتيرة بتربي نفس التربية، بس أنا كانت بالنسبة لي تربية مميزة إني دمجت ده مع العمل. العمل لا يطغى على البيت، والبيت لا يطغى على العمل. يعني ما ينفعش حد من ولادي يكون مفرط في اجازته ويبقى قاعد في البيت ما بيعملش حاجه، ويجي الشغل يشتغل عدد ساعات قليله جدا وياخد فلوس. ما ينفعش، لانه يشتغل ويتعب وياخد وقت طويل في شغله اكتر من الوقت اللي قاعده في البيت. هنا يبقى عايز يبني مستقبل، فبيكون ده ليه تقديره، ده بيكون ليه تقديره معاه. عشان كده الفاميلي بيزنس، البيت والشغل الاثنين حاجه واحده. طب اللي يسيب البيت يسيب الشغل، يسيب الشغل يسيب البيت. ما شاء